لا تصدقوا اليمنيين والله كذابين ودجالين ورب الكعبة، إلا الرجال اللي بيهتفوا، إلا الرجال اللي في مأرب. أما اللي في صنعاء ومناطق منخفضين. أكثرة اليمنيين يعيش على الوهم. اسمعوا ايش مكتوب: حنحرق أمريكا بولعة. وبعدين اليمنيين يتفاعلوا مع هذه المقاطع اللي مكتوب فيها أمريكا تمنع اليمن من الدخول إلى فلسطين، اليمن تهدد جميع دول العالم، كم أنت عظيم يا وطني. وهؤلاء الكهال اللي يكتب كف حي عينك دام عزك يا وطن، اي بالله وطن الفخر، دائما يا وطني، فخر العرب. تيزكم على من بتهيطوا هو ذاك المحتل داخل صنعاء. اليمنيين يعيش الجو بهذا الشيلات بس. لا 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 ما اديلي الشيلة ولا شيء. وقالوا ان اليمني بيوصل له تل ابيب. على من تكذبوا وتهيطوا؟ على من وذاك المحتلها بيحتلها داخل صنعاء وعمران وذا، بيغتصبوا النسان ويغتصبوا الورعان ويغتصبوا كل شيء. الدودي على من بتهيطوا؟ ما ضيع العراق الا الهياط. كان كل واحد يفتخرها لو ما قدمها 30% متحولين جنسيا. تتكلم عايشين في الوهم. قال لك حنحرق امريكا بالولاعه مثل ما قال عبد الملك البوذي. والله نحن نمتلك ولاعات تطلع نار، تطلع جحرك. شيعاق شي منطق. كفيكم هياط. اي يمني ما يتكلمش على الوطن والمحتل الايراني يدري انه هذا في الدودي. هذا مش يمني، هذا عرق فارسي. اليمني الاصيل يتكلم برجاله، يتكلم تحيه للرجال اللي بيهتفوا انا الليل والنهار باسم الوطن. اما اللي يدخلوا شيلات هو حق عيسى الليث، هؤلاء مش يمني، هؤلاء مهجنين، هؤلاء فرس، هؤلاء اولاد. والله انا من التعليقات ونعم والله قال لك امريكا تمنع عبد الملك من دخول تل ابيب. شيعاق يا مراكب، شيعاق تعيشون الوهم. قبح الله وجيهكم. العدو داخل صنعاء حرمكم من كرامتكم وحرق المصاحف دنسكم وحرم رواتبكم. اللي هو رجال يتكلم على المحتل. اي يمني بيتكلم على القدس عنفعل يدري انه مركبه. والله هضرب على الفاضي. القدس فيها رجال فلسطينيين بيقاموا بحجاب، وانتم شعب مسلح والمحتل. اعلام طهران وصور خميني داخل صنعاء وعمران والمحويد وعب. تعالوا رجال يا كم من مقلب.